17 سنة خدمة، 17 سنة ذل وإهانة وعذاب، 17 سنة بتحبه وبتحترمه وبتقدره وكان عندها أغلى ما في الدنيا كلها. 17 سنة من عمرها قضتهم تحت رجليه وعلشان خاطره وعشان خاطر ولاده، ضحت بحياتها وبعمرها وبشبابها وكل حاجة كانت بتحبها عشان خاطر عيونه، وفي الآخر دي كانت نهايتها. بتحكي وبتقول: أنا عندي 36 سنة، متجوزة دلوقتي من 15 سنة، وكان سنتين خطوبة، يعني أنا أعرفه من 17 سنة. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان كل قصصنا الحقيقية من واقع الحياة توصل لكم أول بأول. المهم الست دي عندها 36 سنة، يعني لسه برضه صغيرة في السن ومش كبيرة قوي. بتقول ان هي متجوزة من 15 سنة، وكمان كانت تعرفه قبلها بسنتين خطوبة، يعني 17 سنة. بتقولي: تتخيلي ان انا في ال17 سنة دول ما قصرتش معاه في اي وقت. لو كنت في اشد تعبي، لو كنت في اشد ازمة عندي، كنت بقوم لو هجرجر برجليا واقوم اشتغل واخدم واعمل، وعشت في الاول في بيت عيلة معاه. عمري ما اشتكيت ولا مليت، عمري ما اتكلمت ولا قلت تلت التلاتة كام. بعدها كنا احنا 3 سلفات كلهم اتقسموا، كل واحد عاش لوحده، انا كمان عشت لوحدي. عمري ما قصرت في حق والده ولا والدته. المهم ان انا كنت تحت رجليه بمعنى الكلمة. عمر ما كان ليا ماضي قبله او معرفة حتى بعده، كان هو حب عمري الاول والاخير، وفضلت على كده. هو روحي وحياتي وابني وجوزي وكل ما ليا في الدنيا. هو كان اغلى حاجة في حياتي. تتخيلوا لدرجة ايه؟ ان انا كنت مستعدة ان انا اضحي بحياتي علشانه. يعني لو حد كده ضربه بالسكينة او ضربه بالرصاص، مستعد ان انا اخد الضربة في جسمي انا وهو لا. كنت بخاف عليه اكتر ما بخاف على نفسي. انتوا مفكرين ان انا بتكلم بهزار؟ اقسم بالله هذا حصل. بحبه اكتر ما بحب نفسي، بغير عليه اكتر ما بخاف على نفسي. كنت بعشق تراب رجليه اكتر من اي حاجة في الدنيا، خصوصا ان هو كان حنين وطيب معايا، وكان والدي متوفي فكان هو بيعوضني عن حنان ابويا. كنت بعتبره ابويا واخويا وسندي وظهري وكل ما ليا في الدنيا. طبعا انا قعدت اوصف كمية حب ليه من هنا لبعد بكرة محدش هيصدق، او مش هخلص بمعنى اصح. المهم ان انا بعد 17 سنة من الخدمة اكتشف ان هو بيكلم واحدة تانية. الست دي متجوزة ومخلفة، وجوزها يعني انسان كويس ومحترم، لكن اللي اكتشفته ان هم على علاقة ببعض وبيقابلوا بعض وبيحبوا في بعض على النت، وكل حاجة ما بينهم، وبيبعتوا لبعض فيديوهات. تتخيلوا انا كنت بقرأ الكلام معاها وهو بيكتب لها. كنت انا عملت الواتساب عندي بتاعه، لقيت كل كلمة بيقولها لي لقيته بيقولها لها. كل ضحكة كان بيضحكها معايا على الكلام اللي بيقوله لها وبيضحك معاها. كل الفيديوهات اللي كان بيبعتها لي واللي ما كانش بيبعتها لي على النت كان بيبعتها لها. كل فيديوهات الحب اللي ما تتخيلوهاش كان بيبعتها لها. تتخيلوا ان انا كنت في وقت كان هما بيكلموا بعض على الواتس وانا فاتحه الشات ما بينهم، وعماله اسمع واقرا المحادثات ما بينهم والريكوردات، واقرا المحادثه. اقسم لكم بالله ان انا كان كل حاجه ما بينهم هما بيقرأوها او بيكتبوها ان هي كانت بتدخل زي سكينه في قلبي، كأني بنطعن في قلبي. كان من شدة الألم اللي أنا حاساه جوايا كان جسمي كله بيتنفض وبيرتعش. ما كنتش مصدقة. الصدمة كانت عاملة لي ذهول في راسي وفي جسمي، لدرجة إن جالي ألم شديد جدا في ظهري من شدة الصدمة اللي أنا كنت فيها. على فكرة ما حدش هيحس بوجع ده ولا بألم ده غير الستات اللي فعلا متجوزة وبتحب جوازها وجوازها بيخونوها. صدقوني بجد اقسم بالله ألم وقهرة محدش يقدر يوصفهم ولا حد يحس بيهم غير ربنا. ألم صعب جدا. أمل هقول لكم ايه. المهم البنت بتحكي وبتقول وبتكمل، بتقول: في الليلة دي كانت أسود ليلة وأقسى ليلة وأصعب ليلة مرت عليا في حياتي كلها. أنا انجرحت من ناس كتيرة قوي، واتطعن فيا من ناس كتيرة قوي، واتهنت من ناس كتيرة قوي، وكنت يعني اتحملت فوق طاقتي من ناس كتيرة قوي. كان هو اللي بيهون عليا وما كنتش بزعل بالقد، لان انا عمري ما ظلمت حد. يشهد ربنا ان انا انسانة طيبة ومحترمة وعمري ما اذيت حد. اي نعم كان شغل السلايف وكيد الحموات والكلام ده، بس عمري ما كنت بزعل زي للدرجة دي. المهم في اليوم ده حسيت بألم وقهرة وكسرة عمر في حياتي ما حسيتها.
انا ما نقصتش منك حاجة، ما حشتش منك حاجة، ضحيت علشانك بكل حاجة في حياتي حلوة، كنت تحت رجليك ورجلين ولادك وعمري ما قصرت معاك. ليه بتبيعني كده بأرخص تمن؟ من ساعتها وانا ثقتي فيه خلاص ما بقاش في ثقة، ما بقاش في حب، ما بقاش في احترام، ما بقاش في احتواء، ما بقاش اكنله اي مشاعر غير اني عايزة انتقم منه، عايزة انتقم لكل لحظة حلوة عشتها معاه وهو بيخوني، عايزة انتقم لشرفي وكرامتي، عايزة انتقم لنفسي اللي اتدمرت من بين ايديه وهو ولا كأن حاجة، كأنه مش حاسس بأي شيء. انا بس بطلب منكم في الاول وفي الاخر انكم تدعولي ان ربنا يبرد نار قلبي، لانه بيحاول ان هو يصالحني كتير ويقول لي ما حصلش ما بيننا علاقات، ده كان الحوار كله مكالمات وفيديوهات مش اكتر. بس انا في نظري الخيانة خيانة، مجرد انك تفكر في واحدة تانية غيري وتكلمها ده حد ذاته خيانة، مجرد انك تبص لها ببصة ان هي غير اي واحدة تانية غريبة عنك ده ليا انا خيانة، مجرد انك تبعت لها مسج او فيديو حب او غيره، كل ده في وجهة نظري انا خيانة. لان انا لو فكرت في حد غيرك ده خيانة، لو بصيت لحد غيرك ده خيانة، لو كلمت حد غيرك ده خيانة. تقولولي انت صح، تقولولي انت غلط، بس ده وجهة نظري. انا مخلصة له طول ال17 سنة اخلاص كامل، اقسم بالله عمري ما بصيت لراجل تاني غيره لو كان ملك او لو كان ايه، عمري ما فكرت ان انا افكر في حد تاني غيره، كان مالي عليا حياتي ودنيتي، عمري ما شفت انسان تاني غيره. ليه ما يكونش ليا مقابل؟ ليه ما يكونش الحسنى بالحسنى؟ وزي ما اخلصت لك تخلص لي، زي ما كنت وفية معاك ليه ما تكونش وافي معايا؟ ليه بتغدر بيا في عز فرحتي بيك وبوجودك انت وولادك في حياتي؟ ادعولي، ادعولي ان ربنا يبرد نار قلبي. بس انا لحد دلوقتي بجد محتارة اسامحه ولا مش اسامحه، بس جوايا قلبي وروحي بتقولي لا، يكفي كسرتك، يكفي قهرتك، يكفي بعدك عنه بالطريقة دي، يكفي ان انت كنت وفية طول عمرك ومخلصة وفي الاخر دي كانت النهاية بتاعة الاخلاص والحب. بس عقلي بيقولي عيشي عشان خاطر ولادك، وفي نفس الوقت خايفة اتذل اكتر، خايفة اتعب اكتر، يعلم ربنا ان انا متدمرة نفسيا وجسديا وروحي كمان مكسورة. قولولي اعمل ايه يا شباب ويا بنات؟ اكمل معاه ولا اتطلق واخد بناتي وامشي؟ شوروا عليا ارجوكم، يا ريت ما تبخلوش عليا بدعوة حلوة لله، انا في امس الحاجة لدعوتكم، واستودعكم الله. دي كانت قصة بنت حقيقية من واقع الحياة، ارجوكم نرد عليها وندعي لها ان ربنا يبرد نارها. فعلا احساس صعب، احساس فعلا يقتل ويدمر حياة. ست كانت مخلصة بقلبها وبعقلها وبكل مشاعرها وجوارحها، ست ادت بدون مقابل، ست كانت مستعدة تضحي بحياتها وبنفسها عشان خاطر جوزها اللي كانت بتعتبره ابنها وجوزها وحبيبها وعشقها وكل ما ليها في الدنيا. ليه يا ناس نبقى غدارين مع بعض بالطريقة دي؟ ليه ما فكرتش فيها قبل ما تغدر بيها؟ ليه ما افتكرتش ليها كل حاجة حلوة قبل ما تبص لواحدة تانية غيرها؟ ولا احنا مكتوب علينا يا ستات ان احنا نعيش مخلصين وانتم تلعبوا بينا؟ اي نعم، في ستات بتبص بره وبتعمل عك كتير، زي ما في رجاله بتبص بره وفي عك كتير، بس برضو في رجاله وفيه ومخلصه زي ما في ستات وفيه ومخلصه. ادعي ربنا ان هو يبرد نارها ونار كل اللي زيها، لان وحده هو اللي عالم بخفايا القلوب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.